السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى. انفصل الممثل المحبوب علي صوغمالي عن مسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم، وهكذا نكون قد ودعنا شخصية بابا دوغان، وهي واحدة من أجمل الإضافات بالمسلسل وبدون شك. وفي الحقيقة فإن الممثل المحبوب علي صوغمالي كان غير محظوظ في انضمامه لمسلسل قطاع الطرق، وذلك بسبب أن أول ظهور له في المسلسل في الحلقة 161، حيث بعدها طبق قانون حظر التجول لكبار السن في تركيا. بعدها ظهر في الحلقة 166، لكنه للأسف الشديد تعرض لنزيف دماغي أبعده عن المسلسل قرابة 4 أشهر، لكن بعد تحسنه رجع وأكمل دوره في المسلسل وكسب حب الملايين من جديد. وعلى الأغلب فإن سبب انفصاله حاليا عن المسلسل هو التعب، وأنه يريد أن يستريح قليلا. على كل حال نتمنى له العمل الطويل والصحة والعافية، فالصحة أهم من كل شيء. يذكرني مشهد موت الأب دوغان بمشهد موت بوسات شاكر في مسلسل وادي الذئاب، تقريبا نفس الطريقة. قتلوه أمام الجميع ولا أحد قادر على فعل أي شيء. Merhaba Polat. Sakın pusata dokunayım deme. Üzgünüm Polat. Senin onun için yapabileceğin bir şey yok. لكن الذي أعجبني كثيرا في موت الأب دوغان أنه حتى وهو يموت لم ينكسر لنفسه أبدا، وقال كلاما كبيرا يليق به وبقوته. فنبرة صوته وهو يتكلم عن الموت قبل أن يقتلوه أعجبتني كثيرا، فهي بعيدة جدا عن الخوف وفيها الكثير من القوة والشموخ. Ölmeden önce var mı söyleyeceğin son bir söz? Kimsesiz. Ölüm çok güzeldir. Yaşamasını bilene. نتمنى أن نشاهد انتقاما قويا وأن يخوضها الخضر بنفسه. فسافاش قبل أن يقتل بابا دوغان قال لخضر: الحرب تبدأ للتو، يعني لم نر شيئا بعد. والواضح بأن التصفية قادمة، وهذا ما شاهدناه في حلقة الأمس. ودعنا 4 شخصيات، وهم الأب دوغان وأمين وعاصم ومسعود، يعني هذا أنها البداية فقط، وممكن في الأسبوع القادم أن نشهد وداعا لشخصيات أكثر. في النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. وما بدي اياك تبكي، ما بحب اللي بيبكي، ما بحبه. نجدة أنا بحبك.